ليست الدولة مبنى، وليست السلطة كرسي، وليست الديمقراطية صندوق اقتراع فحسب. إنها قبل كل ذلك علاقة أخلاقية وسياسية بين الشعب ومؤسساته. وحين تختل هذه العلاقة يبدأ الخلل في كل شيء مهما بدت المؤسسات قائمة، ومهما ازدانت القاعات بالألقاب والأعلام. لقد عرف الإنسان منذ أن أقام أول مدينة بأن السلطة ضرورة، لكن الضرورة وحدها لا تكفي لتمنحها الشرعية. فالشرعية لا تولد من القوة وحدها، ولا من المراسيم وحدها، بل من قبول الناس وثقتهم بأن من يتحدث باسمهم يحمل همومهم قبل أن يحمل صفتهم. ومع الإعلان عن تشكيل مجلس الشعب في المرحلة الانتقالية عاد سؤال قديم ليطرق أبواب التاريخ من جديد: من يمثل الشعب؟ ليس السؤال عن أسماء الأعضاء، وليس عن سيرتهم الذاتية، ولا عن نواياهم. فقد يكون بينهم أصحاب علم وخبرة وكفاءة، لكن القضية أكبر من الأشخاص. القضية هي المبدأ. هل يستطيع مجلس لم ينشأ من إرادة المواطنين المباشرة أن يكتسب مع الزمن ثقة المجتمع؟ وكيف تبنى هذه الثقة؟ وهل يشعر المواطن أن صوته حاضر في هذه المؤسسة، وأن همومه تجد فيها من يدافع عنها؟ إن المجلس النيابي في جوهره ليس مؤسسة تمنح الشرعية للشعب، بل مؤسسة تستمد شرعيتها من الشعب. وهنا يكمن الفرق. فالسلطة تستطيع أن تعين موظفا، وتستطيع أن تعين وزيرا، وتستطيع أن تعين مستشارا، لكنها لا تستطيع أن تعين ضمير للأمة، لأن ضمير الأمة لا يكتب بقرار، بل يبنى عبر الثقة والمساءلة والقدرة على تمثيل الناس. دعوني أطرح سؤالا آخر: إذا كانت لديك أرض لم تحرس ولم تقلب تربتها ولم تهيأ للزرع، هل يكفي أن تغرس فيها شجرة حتى تؤتي ثمارها؟ وإذا أردت أن تبني قلعة، هل تبدأ من القبة أم من الأساسات؟ الطبيعة تعلمنا أن لكل بناء بداية صحيحة، والسياسة ليست استثناء من قوانين الحياة. فالمؤسسات التي يراد لها أن تعيش طويلا تحتاج إلى جذور عميقة في المجتمع، لا إلى أسماء جميلة فقط. ومن هنا فإن اسم مجلس الشعب ليس لقبا تشريفيا، بل مسؤولية ثقيلة. إنه وعد بأن يكون الشعب حاضرا في كل نقاش،
وفي كل قانون وفي كل قرار. فإذا غاب هذا الحضور بقي الاسم وغاب المعنى. ولا أعتقد أن أي دولة قوية تخشى من مجلس يعبر عن الناس، بل إن الدولة القوية تزداد قوة عندما تسمع النقد وتستفيد من الأسئلة وتفتح المجال للنقاش المسؤول. أما حين تتحول المؤسسات إلى أماكن تردد رأيا واحدا فقط، فإن الدولة تخسر إحدى أهم وسائل تصحيح أخطائها. إنني لا أبحث عن مجلس يعارض من أجل المعارضة، ولا عن مجلس يوافق من أجل الموافقة، بل عن مجلس يمتلك شجاعة السؤال، لأن السؤال الصادق ليس خطرا على الدولة، بل هو أحد شروط بقائها. وأخطر ما يمكن أن يصيب أي وطن ليس أبدا اختلاف الآراء، بل غياب القدرة على سماعها. فالتاريخ يعلمنا أن الدول لا تنهار لأنها تسمح بالنقاش، بل لأنها تغلق أبوابه. لهذا فإن السؤال الذي أتركه في نهاية هذه الحلقة ليس موجها إلى أعضاء مجلس ولا إلى سلطة بعينها، بل إلى كل من يؤمن بفكرة الدولة. كيف نبني مؤسسات يشعر المواطن أنها تتحدث باسمه وتحمل صوته وتحاسب أمامه، لأن الوطن لا يقوم على كثرة المؤسسات، بل على الثقة التي يضعها الناس فيها. وعندما تصبح الثقة أقوى من الخوف، ويصبح القانون أقوى من الأشخاص، ويصبح الإنسان هو الغاية الأولى لكل المؤسسات، عندها فقط لا يعود اسم مجلس الشعب عنوانا على باب مبنى، بل يصبح حقيقة يعيشها الشعب، وذلك هو الاستحقاق الكبير.